مساء الفل. ماتش هادي خالص خلص النهارده، الزمالك وفاركو. في رقمين قياسيين النهارده في الماتش. اول رقم هو رقم عبد الله السعيد، جاب جول رقم 126، فاضل له جون او اتنين تقريبا ويوصل رقم 3 في هدافي مصر في الدوري الممتاز. ده رقم كبير جدا لعبد الله السعيد. تاني رقم قياسي موجود النهارده معانا هو النجم مصطفى شلبي اللي يجيب الجول رقم 2 ليه في الدوري السنه دي. يعني انت مشتري وينج جايب الموسم اللي فات في الدوري جونين، السنه دي او في الموسم ده جايب جونين برضو. فانت متخيل انت عندك لعيب وينج مشتريه بملايين الملايين الملايين عشان يجيب لك 4 تجوان، 4 تجوان في موسمين. ده رقم مرعب، مرعب لاي خط دفاع موجود بصراحه. يعني 4 تجوان في سنتين في موسمين، ده رقم خزعبلي الصراحه. يعني مش عارف اللي بيختار لعيبه او بيشوف ايه حلو في اللعيبه عشان يجيبه. اذا كان هو او لعيبه تانية كتير، انت بتشوف ايه فيه يناسبك عشان تجيبه. انت مش جايب حاجه، انت جايب لعيب مش عامل لك حاجه خالص، انت جايب لعيب فاضي. خلاص نتكلم عن الماتش. اللعيب الوحيد اللي بيتحكم في اداء الزمالك حلو، الزمالك حلو وحش، الزمالك وحش، هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيلعب 10 ومش مستواه، بتلاقي الزمالك كله وقع. عبد الله السعيد يلعب ورا 8، بتلاقي الزمالك ماسك كوره، بيفتح لعب في مساحات يلعب فيها، بيشوف الملعب حلو قوي، الدنيا ماشيه معاه حلو قوي قوي قوي. فعبد الله السعيد هو المتحكم في اداء الزمالك الموسم ده كله. تمام كده، ده عبد الله السعيد. النهارده جوميز حته انت ما عندكش ديفندر، فخلى عبد الله السعيد جنب زياد كمال، بينزل معاهم اوباما شويه، بينزل معاهم ناصر ماهر شويه، بينزل معاهم عمر جابر دم شويه، فتلاقي في زحمه في خط النص، فعشان يغطي على ان انت ما عندكش ديفندر فبيعمل كثافه في خط النص. عشان كده ما حسيتش النهارده ان في فجوه كبيره في خط النص الدفاعي. وبرضه فاركو مش فرقه قويه وما عندهاش اللعيبه اللي تقدر تقول عليها اللي هي لعيبه تقيله تعبتك، مفيش اي حاجه خالص في الموضوع ده كله. تالت حاجه النهارده المذيع اول لما نزل عمار ياسر بيتكلم معاك يقول لك ان دوت راشفورد الكره المصريه. يا جدعان ارحمونا من ايام صلاح مارادونا وميسي وبيكهام ونيمار ومش عارف ومين ومين، ارحمونا يا جدعان. مفيش لعيب بيطلع بيتسمى اسم يعرف يستلم ويباصي ويسلم. عندنا هوت متيب حسام عبد المجيد ما بيعرفش يستلم، ولا بيعرف يستلم، ولا بيعرف يطلع كوره من رجليه. فانت ارحمونا من المسميات دي بالله عليكم، حتى ابوكم كفايه مسميات والنبي، كفايه احنا تعبنا مسميات. النهارده جوميز بيديك رساله جامده قوي، واضحه قوي، ان ينزل محمد السيد، بينزل عمار ياسر، بينزل متيابه، ومقعد بره سيف جعفر ومحمد عاطف. فكده الرساله وضحت ان هو مش مقتنع بالاثنين دول ومش هيلاعبهم، واخر الموسم هيمشوا سواء بقى اعاره او بيع، هو مش مقتنع بيهم وهيمشوا. دي رساله ان الاثنين دول ما يلعبوش ماتش زي ده بكميه الغيابات اللي عندك، بكميه الماتش السهل ده، ويلاعب لعيبه ناشئين. ده كده معناه ان هو مش مقتنع ولا بده ولا بده. بس كده، شكرا.